عشان أكمل أعمل فيديوهات تفيد ناس أكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن احد المواضيع المفضله ليا وهو الاكل. بس انا مش هتكلم عن الاكل في حد ذاته، انا هتكلم عن كميه اعلانات الانستجرام اللي بقت تنزل على مطاعم الاكل المختلفه وبتصور الاكل بطرق مختلفه. زمان كان الواحد عارف انفلونسر او اتنين المطاعم بتجيبهم وتصور الاكل، وكان الى حد ما الاكل بيطلع زي اللي في الصور او زي اللي في الفيديوهات. بس دلوقتي بصراحه هو اي انفلونسر بيتجاب في اي حته، حتى لو الانفلونسر ده ما بيفهمش في الاكل ولا بيفهم في اي حاجه، وبيتجاب ويتصور صور حلوه، وفي الاخر يقول على الاكل ده جوسي، ولا ما اعرفش الاكل ده طري ولا ناعم ولا تشيزي ولا الكلام ده كله. وفي الاخر لما انت بقى تروح المطعم بنفسك او تطلب الاكل تطلع الاكل في حته تانيه خالص. والموضوع معتمد كله على التصوير وعلى الجبنه اللي بتشد وعلى الصوصات الكتير وخش وغرق واعمل والكلام ده كله، وفي الاخر في الحقيقه الاكل ما بيبقاش له طعم ولا له اي هويه. وانا لو هتكلم عن الموضوع ده هتكلم عن الموضوع ده من ناحيتين. من ناحيه كميه الانفلونسرز بقت تعمل الكلام ده بس حقهم، وفي الاخر بياخدوا فلوس عشان يعملوا الكلام ده، وفي نفس الوقت ازاي احنا بقينا نقدر ان الطعم الحلو عباره عن الجبنه اللي بتشد وكميه الصوصات والحاجات المتغرقه والكلام ده كله. لو هتكلم من ناحيه الانفلونسرز وكميه الاعلانات، انا بس عايزكم تفكروا معايا. لو الناس دي عملت اعلان مثلا ب100,000 جنيه يا سيدي، وهو عامل حسابه ان الشيك الواحد بيبقى حوالي 500 جنيه، فهو جاب ثمن الاعلان ده في 200 بني ادم، بس هو في الحقيقه اللي بيجي له من الاعلان ده مش اقل من 2000 3000 بني ادم، وهو مش فارق معاه الناس دي تجيله تاني ولا لا، عشان هو خلاص هو عمل الفلوس وعملهم والكلام ده كله. وتلاقيه في الاول زحمه وطوابير والكلام ده كله، وبعد كده مره واحده محدش بقى يروح عشان كل اللي جرب ما انبسطش وما عجبوش وبطل يروح تاني. يوم المطعم ده يقفل يفتح مطعم تاني باسم تاني بنوع اكل مختلف، نجيب الانفلونسرز نرزع الاعلانات نجيب نفس الزباين تاني، يروحوا يدوقوا الاكل والاكل يطلع وحش ولا فارق معاهم الكلام ده كله. انا ما بقولش كل المطاعم بتعمل كده، بس بقى في مطاعم كتير قوي. وانا بصراحه من اعلانات الانستجرام والتيك توك عشان انا بتابع الحاجات دي عشان انا بحب الاكل، لقيت ان واحد من كل 10 اعلانات هو اللي بيبقى فعلا عليه القيمه، ان الواحد فعلا يروح ياكله ويستمتع وينبسط بالطعم. المطاعم من كتر ما هي بقت تصرف على الانفلونسرز وتصرف على اعلانات الانستجرام والتيك توك والكلام ده كله، ما بقتش مهتمه بالاكل. هو مش فارق معاه ان الاكل يبقى حلو ولا مش حلو. فبصراحه دي بقت حاجه بتضايقني قوي، ان اغلب المطاعم اللي بتعمل اعلانات مع انفلونسرز الاكل نفسه بيبقى وحش ولا فارق معاهم الاكل ولا حاجه، هو فارق معاه الزبون اللي هيجي مره واحده ويطلب ويمشي وخلاص كده تمام، عشان هو مش هيشوف الزبون ده تاني ولا فارق معاه. فانا بطلب بس من اصحاب المطاعم اللي بتعمل الكلام ده يا ريت نهتم بالاكل شويه مش نهتم بالاعلانات بس. النقطه الثانيه طعم الاكل وكميه الصوصات وكميه الجبنه اللي عاملين نرزعها في اي حاجه. للاسف دي ثقافه غربيه، ما عندهمش مفهوم بهارات والتتبيل اللي احنا بنستخدمه في مصر. لو انت خدت بالك ان الاكل المصري بتاعنا مش معتمد خالص على الصوص اللي انت هتحطه على الحاجه، هو معتمد ان الحاجه تكون متبله وبهاراتها حلوه، عشان احنا كشعب وكبلد احنا عندنا بهاراتنا وبنعرف ازاي نتبل الحاجه وبنعرف ازاي نحط الحاجات على بعض بحيث ان هي تدي طعم جديد. هما بره ما عندهمش الكلام ده، هما فقراء في الموضوع ده. هو في الاخر بيحط حته فراخ وحته لحمه، واهم حاجه ايه الصوص اللي عليها ولا ايه الجبن اللي اتحط فوقيها، وبس كده. في الاخر انت بتاكل يا طعم الصوص يا طعم الجبنه، لكن انت مفيش اصلا طعم التتبيله ولا طعم البهارات والحاجات دي كلها. فيا ريت يا جماعه ما ننبهرش بس بالصوص والجبنه والحاجات دي كلها، المفروض نركز في طعم الحاجه. هل الحاجه دي متبله فعلا؟ هل الحاجه دي بهاراتها حلوه؟ هل الحاجه دي كميكس ما بين الحاجات مطلعه طعم حلو ولا مش مطلعه طعم حلو؟ عشان انا فعلا مضايقني ان احنا بقينا نفقد هويتنا في الاكل، وبقينا بنعتمد على الهويه الغربيه مش الهويه الشرقيه بتاعتنا اللي هي محدش بيعرف يعملها زينا. خلاصه الكلام، يا ريت المطاعم تهتم شويه بالاكل زي ما هي بتهتم باعلانات الانفلونسرز واعلانات الانستجرام والتيك توك والحاجات دي كلها، ويا ريت احنا برضو نهتم ونقدر الاكل الصح، مش نقدر الصوصات وشويه الجبن اللي بتحط المغرقه الاكل عشان تضغي على طعم الاكل الاصلي. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم في حلقه تانيه من كدبه ومصدقينها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.